اللي بعد البيريد أكتر شيء عندك كريفينجز قليل، نشاطك قوي. It's not out of nowhere. فطور الكيك والجاتو والمدري شو أكبر غلط عند الصبايا المراهقات خاصة. اليوم مسؤولية الأم تسقف حالها مشان تقدر تسقف بناتها. كل ما كانت حياتك صحية كل ما العوارض أخف. وقت البلوغ عند البنات بالذات كل حاجة بتتغير، بالذات لما بنتكلم على التغذية والأكل. حد بيتخن شوية وحد بيخس شوية، مش عايزين يأكلوا، متضايقين من شكلهم، متضايقين من هرموناتهم، ما بيناموش، في توتر، في قلق. ده حصل معانا وبيحصل مع بناتنا وموجود على طول. بس النهاردة احنا جايبين تينا شاكوري تتكلم على بالظبط ممكن نعمل ايه عشان نظبط الدورة عندنا، نظبط السايكل عندنا، نعلم بناتنا، نوعي الدنيا ازاي بأنظمة أكل وبأنظمة هرمونات تتظبط، إن شاء الله يا رب تبقى فترة هادية بالنسبة لهم. خليكم معنا. أهلا بيكم في بودكاست الموضوع عائلي جدا. أنا حنان عز الدين، مؤسسة The Family Hub. الموضوع عائلي جدا جزء من منصة The Family Hub اللي شغلتها الأساسية إن هي تعمل توعية على كل حاجة ليها علاقة بالتربية الإيجابية في البيت وفي العيلة. بنعمل ورش ووركشوبس وإيفنتس وحاجات كتيرة قوي للأمهات والأبهات، وعندنا كورسز متسجلة وكورسز بنعملها لايف وجودكم. ده غير بقى الكتب والجداول وكل الحاجات اللي انتوا عايزينها عشان نقدر نساعد في البيت على قد ما نقدر معاكم، عشان نربي ولاد سوية يقدروا فعلا يعملوا فرق في المجتمع اللي هم فيه. ناتالي عندها بنت اسمها رانيا، ورانيا بتكبر بسرعة جدا. فجأة لقيتها بقى عندها 12 سنة وبدأ شكلها يتغير، بدأت طريقتها تتغير، بدأت إن هي تبقى على طول معصبة، بدأت إن هي النوم بتاعها يتلخبط، فجأة بقت بتاكل كتير قوي وبعدين تقطع أكل خالص، وزنها بيطلع وبينزل. الدورة الشهرية جات لها وهي عندها 11 سنة، ومن ساعتها والدنيا متلخبطة. وحقيقي ناتالي بقت مش عارفة تعمل معها إيه. توديها لحد أخصائي، والأخصائي ده هيقول لها إيه، ولا توديها دكتور أمراض نساء، ولا ما توديهاش خالص وعادي إن البيريد تبقى متلخبطة والدنيا مش مظبوطة عندها، وخلاص هنمشي بقى حالنا على كده. معانا النهاردة تينا شاكوري. أنا مبسوطة قوي إن أنتي موجودة معانا. تينا، أنتي استشارية تغذية علاجية ومتخصصة في الهرمونات النسائية. مصبوط. يعني بصي ما ينفعش نتكلم مع حد غيرك على التوبيك زي ده بصراحة، وأنا عارفة الناس كتيرة قوي هتستفيد باللي أنتي بتقوليه، وإحنا صغيرين مرينا بيه، وبناتنا دلوقتي بيمروا بيه بنفس الكلام. صح. وداخلين على بيريمينوبوز وداخلين على مينوبوز وداخلين على كل الحاجات دي. فهناخد بقى شريط من أوله في التغذية، إزاي بنقدر نساعد البنات وهم صغيرين لحد ما بيكبروا. تينا منورانا. أنا اللي مبسوطة كتير إني أكون معك، ومبسوطة كتير بالحوار اللي رح نعمله، لأنه محضرة كتير إشياء مهمة. أولى خاصة السيناريو اللي اعتناه بالأول، حنان ما بتعرفي قديش بشوف صبايا بهذا الوضع. هذا الشيء كتير كومن، كتير منشوفه، وإن شاء الله اليوم بالحلقة نقدر نجاوب على هول الأسئلة والتساؤلات تبع الأمهات، ونساعدهم لو نعطيهم هيك طريق يعرفوا يمشوا عليها. أنا ناتالي ورانيا تعبني بصراحة، لأن أنا كنت ناتالي ورانيا، يعني عارفة كلنا. ومش إحنا بس، إحنا دايما إحنا عندنا من الوركشوبس البوبيلر بتاعتنا البست سيلرز هي الكورس بتاع التوعية الأمان الجنسية والجسدية والكلام ده كله، والصحة الإنجابية وكل الحاجات دي. وإحنا بتجيلنا الأسئلة دي يا تينا كتير، إنه بنتي بيحصل معها كذا، ابني حتى الصبيان نفس الكلام بيحصل معهم نفس الكلام. ايه الحل؟ يعني ايه الحلول اللي ممكن تبقى عملية من غير ما نرهق الأم أكتر وأكتر؟ ما هي ناتالي دي وراها مسؤوليات كتيرة قوي برضه. 100%. ليكي شو، بمرحلة أولى أنا دايما بقول خلينا نكون كتير واعيين وكتير إيجابيين بتعاملنا مع هذا الموضوع. يعني عم نحكي اليوم رح نركز أكتر شيء على موضوع الصحة الإنجابية والهرمونات، الجلدة عند الصبايا الصغار، يعني كل ما يخص التين ايجرز أو البنات بهذا العمر. عم نحكي من باي ذا واي، أنت قلتي صبية عمرها 12، بس نحن منبلش من 9-10 صرنا نشوف عوالم الدورة الشهرية قبل ما توصل الدورة الشهرية، تغييرات الهرمونية all the way لحديث عمر 18-19. الصبايا بتكون بعدها هيك بعاصفة من الهرمونات. أول شيء بدنا نكون واعيين كأمهات كأباء حتى إذا نحن أخوات عنا أخت أصغر منا، يعني تنعرف كيف نتعامل معها. نلاحظ على الصبايا، لأنه ليش عم أقول نحن بدنا نكون واعيين؟ لأنه على عمر 11 و12
الصبية ما بتعرف إنه يلي عم تقطع فيه مثلا ما لازم يصير أو مش عادي أو فيها تصح منه. مثلا أعطيك إكزامبل، الدورة الشهرية والPMS والوجع قبل الدورة الشهرية، الصبايا يمكن بتفكر إنه هذا شيء نورمال، أنا لازم أتوجع وأخذ أدوية كل شهر. مشان هيك هون بقى دور الأم أو دور الأهل هن يلي يعرفوا أوريدي إنه هيدي الصبية عم تقطع بهيدا الشيء، ويكونوا هن مثقفين لحالهم مشان يقدروا يساعدوها. نحن بدنا نثقف حالنا بمرحلة أولى. بمرحلة تانية بدنا نكون واعيين وعم نطلع على التغيرات بالجسم، تغيرات بالجلدة، تغيرات بالشهية، تغيرات بالمزاج، تغيرات بالشعر. الشعر يعني عم نحكي الشعر وكثافة الشعر، وأيضا إذا في شعر بالجسم وعلى الوجه. صح إنه هيدا العمر يلي مننفصل عن المراهق، يعني بطلت بنتنا نحن منحممها ومنلبسها ومنعرف شو في بجسمها وشو عم يطلع إشي بس جسمها، هي صارت تستحي، صارت تفوت لحالها على الحمام طبعا طبيعي. وهيدا الطبيعي يعني بس كمان ضروري نفتح الكوميونيكيشن أو نفتح المجال إنه إذا شفتي شيء جديد بجسمك، إذا شفتي شيء منك أكيدة من إنه لازم يكون موجود، نسأل every now and then، نسأل الصبية عندك شعر شيء بجسمك، عم يطلع لك شيء وبر بمحلات ما لازم تطلع، عادي. we have to normalize it. أول شيء ما لازم ناخده كموضوع يا لطيف بدنا نقعد معهم ونسكر الأوضة، لا عادي فينا نحن وبالسيارة عم نسوق. in fact هيدا between brackets المواضيع الحساسة، وأكيد أنت هذا الشيء بتعرفي أكتر مني، خاصة بما يخص الوزن، التغذية، الأكل، نصحتي، ضعفتي، الهرمونات. بيقولوا إنه إذا فتحتي الحديث بالسيارة وقت اللي ما عم تطلعوا ببعضكم، البنت بتحكي أكتر، أو إذا عم تعملوا جوجينج عم تمشوا. فهيدا هيك between brackets. هو المواضيع بدنا نفتح المجال للتواصل، مشان هي إذا حسيت شيء تكون ردي وتكون مرتاحة إنه تحكي لك. وبتعرفي أمتين هيدا الشيء لاحظت بيصير أكتر شيء وقت تجي الصبية وتقول مثلا صاحبتي أو رفيقتي عندها هيدي المشكلة، هن دايما أسهل لهم يحكوا عن مشاكل أصحابهم. صاحبتي مثلا إما قالت لها هيك أو صارت هيك. هلأ أكيد نحن ما بدنا نتدخل وما بدنا نتحشر بهول المواضيع، بس وقت نحن نفرجيها إنه نحن انترستد وعم نسمع وعم نعطي رأينا، أنا محل أمك كنت عملت هيك أو هيك، بتعرف هي بقى إنه أوكي this is a safe place، إذا صار معي شيء أجي أحكي أمي. تواصل، نفتح لهم المجال. ليش عم بحكي عن هذا الموضوع؟ لأنه الوزن موضوع كتير حساس عن البنات، ولازم يكون حساس، وعند الكبار الحقيقة وعند كل حتة. exactly. والعلاقة بين الأم وبنتها when it comes to weight، يعني الوزن وزيادة الوزن وأكلتي وما أكلتي، كتير حساسة. بدنا نكون واعيين ومنتبهين، بس كمان ما بدنا نشتغل دور البوليس بالبيت. صح. يعني ما فينا نحن نكون، إذا بناخد for instance الوزن، أوكي، إذا الصبية على عمر 12-13 بلش يزيد وزنها، فتحت شهيتها كتير، عم تاكل أكتر مما لازم، وعم تاكل أشياء أنا كأم ما بحبذها، أنا ما بجيبها على البيت، أنا ما بشتريها من السوبر ماركت. ليه عم تاكلي هول الأكلات؟ من وين عم تجيبيهم؟ مين عم يعطيكيهم؟ ليه عم تشتريهم؟ ما في فتلة بهيدي أنا البوليسينج الديتكتيف يلي أنا شفتك عم تاكلي، أنا شفتك شريتي، أبداً. بدي أحكي بالموضوع مش هو عم بيصير، يعني مش إذا شفتها أو عرفت إنه هي شارية كيس مثلا جانك وحطته بالأوضة وعم تاكل بالسر، مش اجي وفرجيها الكيس وقلها ليش عم تاكلي شفته، صح؟ بدي القطها بطريقة indirectly. إذا عم بحضر فيلم أو في خبر أنكدوت، يمكن صح يمكن ما صح. هلأ أنا أسهل عندي لأنه بيجيني حالات بالعيادة، ممكن خبرها إنه اجت حالة بالعيادة كذا كذا، بوصلها المسج بطريقة غير مباشرة إنه it's normal إنه يطلع عبالك إشياء غير، it's normal إنه شهيتك تزيد بهيدا الأيام، طبيعي وزنك يتغير، طبيعي جسمك، شكل جسمك يتغير. بطل شكل الجسم ريكتانجولر مثل الطفل، صار شكل الجسم hourglass أكتر، لأنه الهرمونات تغيرت، لأنه نوع الهرمون اللي عم بيزيد ونوع الهرمون اللي عم ينقص تغير، لأنه الأكل تغير وشو عم بتفوت على جسمها تغير. بعدين هون كمان منفوت بمشكلة تانية أيامي اللي هي الحمية الغذائية، بنحكي عنها بعدين. كل هيدا بيلعب دور. أول شيء بدنا نفهمها، نعطيها الأمان إنه يلي عم بيصير نورمال، ما في شيء غير نورمال، وكله فينا نشتغل عليه.
وكله ممكن يتغير. الوزن اللي عم بتزيد، يعني الوزن اللي عم بتزيديه هلأ مش يعني حيقعد معك كل حياتك. هيدا غلط كتير. مثلا إلا للصبية عم تنصحي كتير رح تصيري مثل عمتك، أو عم تنصحي كتير عم تصيري مثل خالتك أو مثل فلانة أو مثل، كتير غلط. لأنه أول شيء ما عم تساعدها بشي، عم نعطي فكرة سلبية على هول الأشخاص اللي عم نحكي عنهم، وعم نخليها شو ما بدها تعمله بالسر، لأنه ما بدها إنك أنت تعملي جادجمنت عليها أو تحكمي عليها. بده يكون هيك. بدنا نكون كتير إيجابيين ونحن واعيين، نحن كأمهات مثقفين حالنا واعيين بالمواضيع اللي عم بتصير، وليش بنتي عم يتغير جسمها، ليش شهيتها عم تتغير، ليش كل هول القصص عم تصير. مش عارفة أبدأ منين ولا منين. يلا. أكتر حاجة فرقت معايا قلتيها إنه إحنا ما بنحطش بريشر أو ضغط على البنات لما بنيجي نكلمهم. ودي من الحاجات اللي إحنا دايما بنعلمها في ورشنا، إن إحنا بنقول low stress period، في وقت إن ما يبقاش فيه ضغط. يعني مش وأنا بجري عشان يخلص الهوم ورك ونخلص الامتحان وبنزعق وأخوها بيعمل وكده أروح قايله لها تعالي بقى نتكلم على كذا وأنا شفت أكلك. ما بنوصلش لحاجة. بس زي ما انتي قلتي احنا قاعدين في السيارة، قاعدين مع بعض، الدنيا حلوة سهلة بسيطة، بنتكلم بنهزر، ساعتها ممكن أنا أوصل المعلومة من غير أما، وكمان هي تقدر تحكي لي وتتكلم معايا كبنتي. وكمان سوري بلا أطلع عن حديثي، كمان بيريد مهمة كمان، أو وقت كتير مهم نستغله، منسميهم teaching moment. إذا هي فتحت الحديث صح، يعني إذا هي اجت قالت لك ماما كتير بشع هذا الجينز علي، نصحاني ما عم بيسكر الجينز، أكبر غلط شو إلا لا بعقد جسمك، انتي أحلى واحدة. هلأ يمكن هي مزبوط، هي على الأكيد أحلى واحدة، على الأكيد بنظري كأم بضل شوفها حلوة، بس كمان ما في أنا to dismiss، يعني عرفتي to dismiss اللي هي عم تقوله. طب يمكن هي ضعيفة البنت، يمكن عن جد جسمها حلو، في شيء إذا هي شايفة هذا الشيء معناتها في عنا مشكلة. وإذا هي جاي وعم بتقلك وعم تفتح لك قلبها تتقلك إنه مني مبسوطة، عندي نفخة، عندي كذا، ما في إجي أنا إنه البنات كتير أذكياء، دغري أنا هون بلقط هيدا المومنت وبقلها تلميمور خبريني أكتر، بسمع. هي مش دايما تجي تحكيني مشان أنا نظر عليها أو إلا أو أعطيها دايت، هي بتجي تحكيني بس بدها حدا يسمع لها، وإيام بتلاقي الحل لحالها، هي لحالها بتقول. وأنا ياما صايرة معي مع بنتي إنه حاسة حالي نصحاني بعد هيدي الفرصة، يمكن أكلت كتير مدري شو، هلأ عم فكر بس نرجع بزيد ساعة تنس وبخفف، بتلاقي الحل لحاله. أنا شو بكون هون بس أعطيتها المجال إنه اسمع لها. safe space that's it. so teaching moment كمان هيدا وقت مهم كتير. على أكيد بوافقك الرأي، أضرب شيء بوقت ستريس تصير، يعني نحن وعم ناكل، أنا وحضر أكل، معصبة معجلة، رايحة على الشغل ب5 دقايق بدي أحكيها، أو هي عندها فحص عم تدرس، أكيد لا. هو ده الفكرة كلها. أكيد. طيب أنا محتاجة أشرح لهم إيه من ناحية التغذية في السن ده؟ أوكي. بأول مرحلة بدي أشرح لها شو عم يتغير بجسمها. ومن أهم التغيرات اللي بتصير عند المراهقة هي تغيرات الهرمونية. أوكي. وتسهل لها إياها، بشرح لها إياها بطريقة الدورة. يعني اليوم أنت صرتي بعمر اجتك الدورة الشهرية، جسمك صار عنده سايكل أو عنده دورة بيمشي عليها كل شهر. هيدي الدورة بتبلش بأول يوم من الدورة الشهرية وبتنتهي يعني باليوم 28 أو 30 حسب دورتك. أوكي. بمرحلة أولى لازم علمها تتراك، لازم هي تعرف تستعمل الابس أو تكتب، بدها تراقب دورتها. وهني وكتير صغار، يعني إذا اجت الدورة على 11 أنا بدي أعمل هيدا الشيء. ليش؟ لأنه أيام بيصير في مشاكل هرمونية، منروح عند الطبيب بيطلب منا التراكينج تبعنا. وأصلا هيدي it's a good habit يعني لإلنا حتى. لازم تاخدها من هي وصغيرة. تاني شيء بدي أفسر لها إنه الدورة مقسومة ل4 أقسام. تخيل الدورة مثل السيركل، قسميها ل4 أقسام. عندك الجزء الأول يلي هو من اليوم الأول لليوم السابع، هن الدورة الشهرية، بنسميها المنسترول سايكل. يعني هي بهول الأيام عندك الدورة الشهرية. أوكي. هلأ بنحكي بعدين ليش عم نعمل ريفرنس على هيدي الدورة، لأنه الأكل والطاقة والرياضة والمود كله بيتغير حسب هيدي الدورة.
قلنا هذا أول ربع يلي هو المنسترويشن. تاني ربع هي من اليوم السابع لليوم 14 يلي هي منوصل للأوفيوليشن أو للإباضة. أوكي، هيدي الكورتر منسميها فوليكولر لأنه البويضة عم تتشكل. إذا البويضة عم تتشكل يعني أنا مسؤوليتي غذية على البويضة، صح أو لا؟ صح. هلأ between brackets كمان البنت بتخلق بعدد محدد من البويضات. نحن بس نخلق كبنات عنا عدد معين من البويضات، بس ما بتتم الماتوريشن تبعهم. يعني هو البويضات ما بتوصل للبويضة مثل ما نحن بنعرفها، بتضل نايمة للبيوبرتي. بس البنت تجيها أول دورة شهرية، في أول جزء من الماتوريشن وبيصير بعد كل دورة شهرية في تاني جزء من الماتوريشن بتصير قبل ما هيدي البويضة تنكب، يعني نعمل الأوفيوليشن، تظهر البويضة وتنزل على اليوترس وتكون جاهزة بالمستقبل للحمل وإلى آخره. كنت عم أقول بالفوليكولر فيز اللي هي تاني كورتر بدي غذي البويضات في معادن لازم تأخدها، خاصة مثلا الحديد، الزنك، في مأكولات لازم أكلها، لأنه إذا أنا ما عم غذي هالبويضات من خلال التغذية تبعيتي ومن خلال التقليل من العادات اللي غير صحية ومن المأكولات الغير صحية، يعني أنا كأنه هيدا بيبي صغير عم تغذي. أوكي، بدك تعرفي شو عم تعطي البيبي. أنت بس يخلق البيبي على 6 أشهر بس بدك تعمي قديش بننتبه شو عم نفوت على الدايت تبعه. نفس الشيء البويضات لازم نعملها، لأنه هيدي مستقبل ولد. يعني هيدي البويضة هي كل بويضة عم نغذيها ممكن تصير طفل، صح أو لا؟ صح. هلأ أكيد بعمر 12 ما عم نحكي بهذا الموضوع. إن شاء الله لا. إيه. هلأ ثالث ربع يعني بعد الإباضة على اليوم 14 بتصير الإباضة. كل هول بدي فسر لها إياهم، لأنه في كتير بنات مثلا ما بتعرف شو أوفيوليشن وأمتين الأوفيوليشن، ومنفسر لأنه على الأوفيوليشن ممكن تحسي بوجع بسيط بكرام بسيطة. ليش؟ لأنه عندك عم تظهر هيدي البويضة تتروح بالجيرني تبعها بالمجرى. ثالث ربع هو ما بعد الإباضة وما وصلنا على PMS، يعني هيدي البيريد يلي ما بعد الإباضة وقبل PMS يلي الطاقة عنا بتكون عظيمة. أصلا إذا بتحكي مع حيلا ست أو صبية بتقلي ما برتاح إلا بهيدي الفيز، لأنه يا عندي البيريد يا عم بعمل أوفيوليشن يا عم بعمل PMS. بقيت هيدي الكورتر يلي هي تكنيكلي شو بتطلع يعني 7 أيام يا حبيبي، 7 أيام في الشهر، يعني 7 أيام استفيدي منهم. هول 7 أيام خذي قراراتك بالشغل، اعملي الرياضة القاسية، إذا بدك تعملي صيام متقطع استفيدي. هو هني this is it. وآخر كورتر هي PMS يلي هي اللوتيال فيز بنسميها، يلي هي الكم يوم قبل البيريد، يلي هن ما في لزوم نفسر لها لأنه هي بتكون عارفة. بدنا نفسر لها بس ما فيهم نشرح لها لأنه هي عارفة شو عم بتحس. النفخة، وجع الراس، وجع الظهر، وجع البطن، الكريفينجز أو الشهية بتزيد كتير، وكلهم هول لهم أسباب علمية. هلأ ما في لزوم الأم تفوت بالديتيلز وتفسرها، بس أنا حفسر مشان الأم تكون على علم. صح. خليني بلش بقصة PMS لأنها أكتر شيء كومن. ليش بيصيروا كل هول الاشياء بالPMS؟ انا صعبانه علي نفسي قوي يا تينا وانتي بتحكي. احنا كستات صعبانه علينا نفسي قوي وانتي بتحكي. والله انا تخيل وهيدا السايكل يقولوا علينا مجانين ويقولوا علينا ما عنديش توليرنس والست ضعيفه. الست ضعيفه دي لو حد من الرجاله عنده ربع ده يعني كل شهر، هيدا مش انه مره بالسنه بيصير، بيجي لهم كل شهر عارفه شويه زكام يرقدوا في السرير يقول لك مش قادر اتحرك. نعم كملي يا تينا كملي. يعني التغييرات هلا اكيد هن ليه تقسموا اصلا على 4 حسب الهرمونات كيف عم تتغير. اذا بنبلش كمان بنرجع بنعيد من الاول تنحكي هلا على الهرمونات. باول كورتر من يعني حكينا اول يوم بيريد لسابع يوم، هون الهرمونات كلها واطيه. كلها واطيه خلص، لانه متى ما اجت البيريد انت اذا الكيرف عامله هيك بس يقشطوا بتجي البيريد. اوكي، هون 4-5 أيام كله فلات FSH LH بروجستيرون استروجين كله واطي. على اليوم السابع يعني خلصنا بيريد، بلشنا ننمي الفوليكيولز، ببلشوا يطلعوا FSH. بيصير شو هن FSH والLH؟ في كتير بنات بتعمل فحوصات ما بتعرف شو هن. FSH والLH هن الهرمونات اللي تفرز من الدماغ مشان تحدد افرازات الاستروجين والبروجستيرون بالبويضات. اوكي، لانه نحن دايما بنقول الدماغ هو الماستر كوماندر. اوكي،
وبس تأحكي هلأ حأعطي اسم تكنيكال بس مرة ما حنكفي هيك بس لأنه to make sense. أنا قلت إنه التحضير البويضات اسمه follicular phase. ال FSH is a follicle stimulating hormone. يعني هي الهرمون يلي بتحفز تنشيط هيدي البويضة. أوكي سو بتزيد ال FSH تا نوصل على الأوفيوليشن. على الأوفيوليشن اللي بيخلي البويضة تظهر في شيء اسمه LH، بتعلى ال LH. أوكي. هلأ هون مع ال FSH كل ما يزيد ال FSH ببلش يقول له الاستروجين يلا بلش يزيد، ببلش الاستروجين يزيد. طب أنا كيف بعرف إنه الاستروجين عم بيزيد؟ الاستروجين هرمون النشاط. يعني هيدي الفيز اللي قلت لك عنها يلي هي البوتم تبع السيركل يلي هي تاني كورتر وتالت كورتر، بتحسي إنه النشاط أعلى عندك. أصلاً حيلا حدا إذا بتتخيلي أو بترجعي بتتذكري أنت يوجولي بعد البيريد أكتر شيء عندك كريفينجز قليل، نشاطك قوي. It's not out of nowhere لأنه هرموناتك عم تلعب معك مش ضدك. مقاومة الأنسولين بتقل كتير بهيدي الفترة. which means شو يعني بتقل مقاومة الأنسولين؟ يعني عندي قابلية إنه أهضم النشويات واستقلب النشويات أفضل بهيدي البيريد. مشان هيك منقول إذا بنعمل أنا عندي شيء اسمه سايكل سينكينج مثلا، بعمل الحمية للست بلحق هيدا السايكل. دايما بقول إنه إذا بتحبي أنت حدا بيحب النشويات، بتحبي الطبخ، بتحبي الرز، بتحبي النشويات الصحية يعني أكيد ما بنحكي عن نشويات غير صحية، this is the time إنك تاكليها. مش على PMS مثل ما الناس بتفكر. أضرب شيء على PMS إنه نتناول أكل المحفز للالتهاب، لأنه already نحن عنا مواد انفلاماتوري بتعلى بجسمنا قبل PMS، بتعلى بجسمنا. وأصلاً هيدي المواد الانفلاماتوري إذا ما عليت بجسمنا ما بتجينا البيريد، لأنه هي مجرد ما تعلى هيدي الانفلاماتوري substances بيصير في contractions باليوترس بتكب الدم. واو. كله له تفسير. أنا أول مرة أسمع التفسير بالطريقة دي. هيدي البيريد هيدي اللي PMS. مشان هيك بتحسك كرامبينج، مشان هيك بتحسي وجع ظهر، كله inflammation عندك بتكون عالية. وبدال ما تتناولي الشوجر والشوكولات، هلأ بعرف إنه في cravings وما عم نقول إنه if you're craving chocolate قبل البيريد ما تاكلي أبداً، بس ما يكون هو أساس تغذيتك قبل البيريد. تذكري إنه أنت الالتهاب عالي، وقت يعلى الالتهاب حبس المياه بيزيد طبعاً. hence the bloating وبافينس وبوعة والخاتم ما عم بيفوت. عم بحكي أنا وعم بحكي الصبية يعني اللي عمرها 12 كلنا كده و13 كل البنات. هلأ وين بتفرق بين البنات بين السيدات؟ حنحكي كل ما كانت حياتك صحية وأكلك غير محفز للالتهاب ورياضاتك غير محفزة للالتهاب وعندك ستريس مانجمنت، كل ما العوارض أخف وكل ما مفعول التغييرات الهرمونية على جسمك أقل. مشان هيك اليوم بيجوا بيقولوا لي طب ليش فلانة ما عندها PMS، أو ليش فلانة عملت بيريمينوبوز ومانيبوز ما حسيت بشي، أو ليش في نسوان ما بيزيد وزنها على المينوبوز، أو لأنه في أكيد عامل جيني وراثي طبعا، بس كمان العوامل اللايف ستايل الصحية، السلوكيات، التغذية، النوم، بيئة البيت، الستريس بالبيت، علاقتنا بجسمنا، علاقتنا بالأكل، علاقتنا بأصحابنا، كلها بتلعب دور على أنا كيف البيريد، كيف PMS، وكيف خصوبتي. وهون اللي مهم الخصوبة. هون كمان واحد من الاشياء الأساسية اللي لازم نسقف بناتنا عليه. شو يعني الخصوبة؟ ما فيش حد بيتكلم فيها خالص. بنحكي صحة جنسية، بنحكي صحة إنجابية، بس الصحة الإنجابية ما بنحكيها نحن بمنظار كيف تحسني خصوبتك، كيف تحفزي خصوبتك، كيف تحفزي هول البويضات، كيف تغذي الفوليكيولز عندك. بنحكيها in general إنه كيف البنت بتحبل وشو بيصير خلال الحمل وإنه لازم تنتبهي لازم نحكي in details. لازم الصبية، كل صبية لازم تعرف هيدا السايكل، ولازم تعرف أكيد لازم تعرف من شو جسمها مكون طبعا. لازم إذا أنا اليوم بحط لها illustration على اليوترس والأوفريز لازم تعرف تعمله annotation كله قبل ما تعرف تحل ماث أو تحل فيزيكس. أنا برأيي هذا أساسي. بصي أنا معاكي، لأن إحنا مع الأسف الشديد كبرنا ما فيش حد علمنا حاجة.
اكتشفنا بالصدفة يعني كل حاجة كلنا بالديكشنري صرنا نكتشف بالانسيكلوبيديا على وقتنا. وكان ساعتها ما فيش غير الديكشنري والانسيكلوبيديا زي ما انت بتقولي بالظبط، ولا كان في انترنت ولا كان في اي حاجة بتفهميها أبدا. وكتب البيولوجي كانت يعني مخزية الحقيقة، كانت حاجة صعبة جدا 100%. وفي الفصول حتى لما كانوا بيشرحوا لنا ولا حاجة يعني لأنه هن يكونوا مستحيين أصلا. ما هي تكون مستحية المعلمة أو هيدا تتشرح لنا أنجا بدها تخلص هيدي 5 دقايق بالحصة البيولوجي. هلا تغير والحمد لله، هلا تغير الوضع كتير اليوم بالتعليم تغير، بس اليوم مسؤولية الأم تثقف حالها مشان تقدر تثقف بناتها. هاي مسؤولية كبيرة، مش بس بناتها، صبيانة. أنا دايما بكل مقابلة بحكي بهذا الموضوع. إذا عندك بنت وصبي they should equally know these things. 100%. لازم الصبي يعرف شو يعني period، لازم الصبي يعرف شو يعني الخصوبة عند البنت، ولازم يفهم ليش أخته عم تمرق بيه اللي عم تمرق فيه، مشان يكون خي صالح وزوج صالح ورب منزل صالح ورب عمل صالح. 100%. أنا امبارح كنت بدي امبارح سبحان الله بالليل كنت بدي ويبينار، دايما بنعملها كده مرة for free عشان الناس كلها تبقى سامعة الكلام. ففي واحدة سألت سؤال، قالت أنا عندي بنت وأخ وأخت وفي نفس العمر الولاد، وأنا اتكلمت مع البنت بس أنا مستحية أتكلم مع الولد. فقلت لها لا، لازم ابنك يعرف، لأن حتى مش بس عشان أخته، زمايله اللي معاه في المدرسة أكيد. وأصحابه والكازنز بتوعه والناس اللي بيشوفهم، محتاج يبقى فاهم كل ده. قلت لها لا، أنت مش بتربي الولد عشان أنت بتربيه النهاردة، أنت بتربيه عشان زي ما أنت قلتي بالظبط يبقى زوج صالح، يبقى أب صالح، يبقى حد في المجتمع يقدر إنه حتى يبقى مدير لما يشوف الناس اللي معاه في التيم تعبانين يبقى فاهم هم تعبانين ليه. سوري، لأنه حيصير decision maker بيوم من الأيام، وحياخد قرارات بالنسبة للعطل وبالنسبة للدفع وبالنسبة للدوامات. وإذا ما بيعرف البنت شو بتقطع المرة، شو بتقطع كل شهر وخلال الحمل وعلى الولادة وبعد الولادة وبالرضاعة، على أي أساس هو بده ياخد القرارات؟ لأنه نحن منا رجال، نحن جسمنا مش مثل الرجل. يعني قد ما نكون في إيكواليتي وقد ما نكون اليوم بالعمل عنا نفس شو بيقولوا الأوبورتونيتيز، منبقى جسمنا كتير غير جسم الرجال، ولازم نحترم هذا الشيء. صح. لا، ونتكلم معاهم بمنتهى الصراحة. طبعا لازم. طبعا of course. طيب ياكلوا إيه البنات في الوقت ده؟ أوكي practically. يعني أنا دلوقتي لو عندي قاعدة بتسمعنا وتاخد ورقة وقلم في إيديها وترسم الشارت 4 وتقول هنا ده الأكل اللي يتاكل في كل واحدة، هل نعرف نعمل؟ أنا بصي معايا ورقة وقلم وهو بكتب. فيك تاخدي نوتس كمان. أنا باكل نوتس يعني هو حبلش بشو الأكل اللي بدنا نبعد عنه قدر المستطاع. أوكي بالأول، لأنه أنت عندك هيدا السيركل مثل ما قلنا القاسمين 4. أوكي كل شيء ما لازم ناكله. وقت أقول ما لازم ناكله مش يعني ممنوع إذا أكلته بدنا نقصصها، لا، بس يعني ما بروح على السوبر ماركت بجيبه على البيت وما بخليها تاكل أول شيء. ومش إنه ما بخبرها على يعني يكون في تثقيف بمواضيع الأكل المحفز للالتهاب بالبيت، تنكون كلنا متفقين. يعني we're all on the same page. هول الأكلات محفزة للالتهاب أفضل نتفاداها. إذا أكلتيها every now and then no big deal، بس مش هيدي اللي حتكون أساس دايت تبعك كل يوم. شو هني؟ السكر شكرا على قائمة الليست. السكر تيبل شوجر كان بنرجع، مش يعني ممنوع تحط السكر بتمك، لا، في جسمنا قادر يستوعب ويستقلب من دون دامج كمية كتير قليلة من السكر. بس نفوق هيدا الكمية. عم بحكيك 2-3 including السكر بالأكل، مش إنه 2-3 سكر. ما الخبز فيه سكر، البيتزا فيها سكر، الباستا فيها سكر، أكيد النودلز فيهم سكر، كله فيه سكر. اليوم بده يكون في كنترول على السكر. هيدا أول رول أنا بقولها للبنات. ليش؟ لأنه السكر بيأثر على هرموناتها، بيأثر على نومها، بيأثر على جلدتها، بيأثر على الأكني، بيأثر على الدورة الشهرية، وبيأثر على مصارينا. ما بقدر أقولك قديش في كمية عدد من الصبايا اليوم بيعانوا من مشاكل مصارين، بيسموها IBS، بس هي أكتر بكتير من IBS. ليش بدها تجي بنت عمرها 13 سنة عندها نفخة وإمساك؟ ما عم أقول السكر هو المسبب الوحيد، بس بيلعب دور كتير كبير. إيه IBS لو حد مش فاهم؟ IBS يعني Irritable Bowel Syndrome. هي مجموعة عوارض
بالقبل كانوا يعني بالقبل كانوا يقولوا كنت تجي عند الحكيم تقولي معي نفخة وغازات يقولك معك IBS. هي IBS تكنيكلي هي السيمتوم اللي عم تحسيه اسمه IBS، هي مجموعة عوارض. سببها للIBS بكتير من الأحيان بيكون عدم تقبل بعض المأكولات، بيكون البنت عندها عدم تقبل للجلوتين مثلا أو لللاكتوز أو للأوتس. الناس بتتفاجأ بس ايام في صبايا ما فيهم ياكلوا بقوليات او البقوليات. انا كل ده عندي وبقوليات كمان ممكن يكون عدم تقبل، ممكن يكون التهاب مصارين ناتج عن سخونة، يعني مثلا سخنت، ترشحت، أخذت أنتيبيوتيك كتير، خفت المناعة، قتلنا الجود بكتيريا، البكتيريا الصحية بالأمعاء، خفت المناعة بالأمعاء، زاد التهاب الغشاء بالأمعاء، بيصير يعمل عسر هضم، بيصير عملية الهضم تاخد أطول. وقت عملية الهضم تاخد أطول الأكل بيقعد لفترة أطول، وقت الأكل بيقعد لفترة أطول بيصير في تخمير للنشويات، بيصير في عفن بالبروتينات. التخمير يعني الفيرمنتيشن والبتريفيكيشن يعني العفن، اثنيناتهم بينتجوا غازات، بينفخوا، بيعملوا إمساك، بيعملوا أوجاع. هيدا بالنسبة للآي بي اس. يبقى السكر يبقى ده الIBS. ايه فأول حاجة قلناها سكر. أول حاجة السكر بدنا نبتعد كل البعد، ناكله بالمناسبات ونعرف التايمينج تبعنا، ما ناكله على الريق. فطور الكيك والجاتو والمدري شو أكبر غلط عند الصبايا المراهقات، خاصة عند الراشدين أكيد، بس سبيشلي عند المراهقات، نعلمهم يتناولوا فطور فيه بروتين. إذا ولا بد وبتحب هالشوكولا هي الصبح أو بتحب هيدا السيريال، نفوت معه جريك يوغرت، نفوت معه بيضة مسلوقة، نفوت معه بينات باتر من دون سكر، نفوت معه مكسرات، نبدأ فيهم وبعدين نقطع له هيدا الشي سويتي اللي بتحبه. ما فينا نروق يعني نعطي بريكفاست لصبية أورنج جوس، هيدا كمان محفز للالتهاب. صح إنه جوس وطبيعي، بس الجوس لأنه معصور بيعرلي الجلوكوز السكر بطريقة كتير عالية بسرعة، هيدا هو محفز الالتهاب. يعني محفز الالتهاب يلي ناتج عن السكر أو الالتهاب ناتج عن السكر ناتج مينلي لأنه بيرفع السكر بالدم بطريقة عالية. السكر. تاني شيء أكيد الأكل المصنع، هيدا الكل بيعرفوها، الشيبس والشوكولات والأشياء المصنعة من السوبر ماركت، الأشياء اللي بتطلع عليها الشلف لايف تبعيتها 4 سنين مثلا. طب كيف بدها تضاين هيدا الأكل 4 سنين؟ مش أكل حقيقي أصلا. إذا مش داخلها 3500 أديتيف. يتعلموا يطلعوا على الانجريدينت. أهون تب مشان نعرف نقرأ الانجريدينت، ما يكون فيه بالانجريدينت أكتر من 5 أشياء. أوكي؟ يعني مش ضروري الانجريدينت ليست تكون 35 شغلة. وبالقبل كانوا يقولوا إذا شيء ما بتعرفي تلفظيه يعني غلط، مش مزبوط، لأنه 3/4 الفيتامينز اللي بالانجريدينت ليست ما بنعرف نلفظها، ما بيحطوا لك الاسم اللي بتعرفيه. الأكل المصنع الدهون سبيسيفيكلي الدهون المهدرجة ترانس فاتس اللي هي بتنوجد بالكيك والبسكتس والشيبس والكوكيز وهول القصص. ثالث شيء، وهذا كتير contradictory or controversial اللي بدي أقوله، بس أنا بقوله ما بتفرق معي، الجلوتين كتير محفز للالتهاب حتى عند الصبايا الصغار. موضة الجلوتين فري الناس بتفكر إنه it's a hype، إنه إيه معناتها منجيب خبز جلوتين فري لبناتنا. لا، أنا ما هيك قصدي. كل شيء بيحتوي على الجلوتين، إن كان الباستا أو الخبز أو المعجنات أو الحلويات، أكيد الجلوتين خاصة بالقمح بأيامنا هيدي كتير محفز للالتهاب، لأنه كتير عنده صعوبة جسمنا أنه يستقلبه ويهضمه. أوكي؟ مع مقول نمشي الصبايا كلها على جلوتين فري، وعلى الأكيد not to switch لجلوتين فري برودكت، لأنه في منهم محفزين التهاب بعد أكتر. لا، وفيهم سكر عالي، وفيهم كتير إضافات. أبدا عم أقول مش كل يوم ساندويش، وكل يوم منقوشة، وكل يوم جاتو. لا، فينا نقطع ساندويتش every now and then، بس نعرف نختار الخبز. اليوم كل البنات بتحب الساوردو بريد، الساوردو فينا نهضمه أكتر. مش ضروري 3 مرات بالأسبوع تاكل باستا. هلأ الجستيفيكيشن أو الجواب بيكون من الأم بس ما بتاكل شي تاني. طيب هون بقى صار موضوع تاني. إذا الصبية غير إنه عم بتعاني من مشاكل هرمونات صعبة بالأكل، يعني صعبة المراء، أو كبرت كطفلة كانت بيكي إيتر وما بتحب كل الأكل، this is the time. هلأ الوقت نستكشف معها. you would be surprised قديش البنات بعمر 12 13 14 بيغير حاسة التذوق عندهم، وبيصيروا يحبوا اشياء ما كانوا يحبوها قبل. واو.
الرز مثلا مع سالمون، ستيك مع بطاطا مشوية، طبخ تبعنا الطبخ العربي، الملوخية، البامية، البازلة، المجدرة، كله هيدا عظيم. مش ضروري نلجأ للساندويتشز والبيتزاز والباستاز. أوكي؟ سو الجلوتين محفز للالتهاب. هولي أكتر شيء بحب ركز عليهم. اوكي، عند الصبايا عنا ان جنرال يعني. هلا اكيد في اللحوم الاكله الحبوب يعني الجرين فات بتحفز التهاب. يلي نسيته اهم شيء الدجاج. ايه ماذا تقولين يا تينا؟ الدجاج لانه بعرف انه الدجاج محبوب كتير عند هيدا الفئه العمريه. الدجاج المقلي والدجاج المشوي والدجاج البرجر والدجاج الناجتس. دجاج كتير بدنا ننتبه من وين عم ياكلوا الدجاج. كتير بدنا ننتبه من وين عم نشتري الدجاج اللي بدنا نجيبه اتليست بده يكون هرمون فري، انتيبيوتيك فري. اوكي. من الافضل نشتري الفروج مثل ما هو ونحن نطبخه بالبيت. ليش؟ بمعظم الاحيان اذا بتنتبهي على الليبل تبع صدورة الدجاج بتكون محطوط تندر تشيكن بريست. صح. تندر تشيكن بريست. هول التشيكن بريست بيكون محقونين بمواد كيميائيه. هلا ايام بيحقنون مي وملح، بمعظم الاحيان بيزيدوا تندرايزرز مشان تضل طريه، لانه صدر الدجاج اذا بتنتبه اذا بتجيبي دجاجه اورجانيك هرمون فري انتيبيوتيك فري ما فيك تلعوسي الصدر. صح. قاسي. بيزيدوا لهم مطريات. ما في لزوم ابدا. نحن بالفروج اللي عم نعمله اذا زدنا مطيبات، اذا عملنا مارينيشن، على الأكيد بيطرى الصدر الدجاج وفيها تاكله. وآي دونت مايند ياكلوا الفخاد وياكلوا الجوانح، يشيلوا الجلدة عنا إذا كان مصدرها عضوي هرمون فري انتيبيوتيك فري. إنما مش كل يوم فينا نجيب عضوي. العضوي في كتير محلات بيكون غالي كتير، في كتير محلات منه موجود، في كتير محلات ما بيكون طيب أو بيكون imported. على القليل نجيب انتيبيوتيك هرمون فري ومن نحطه بالدايت أو بالمنيو تبعنا أكتر من يومين بالأسبوع، لإلنا وللصبايا وللشباب كمان. هلا أضرب نوع دجاج هو الدجاج اللي رح ياكلوه برا، يعني المقلي والبروستد والناجتس ومدري شو. مشان هيك هيدا مينيمم. هولي محفزات الالتهاب. بعد شغلة حقول للمحفزات قبل ما نفوت على الأكل. من أكتر الأشياء اللي بتحفز التهاب عند البنات وبتخل بالهرمونات هي اشياء تعرف بالفوريفر كيميكالز او الاندوكراين ديسربترز، اللي هي المواد الكيميائيه يلي عم بتفوت على جسمهم من دون قصد. من عدي معي قولي النيل بولش، الميك اب، الكريمات، الفريغرانسز، الديودورنت، الأناني البلاستيك، كبايات القهوه تبع الكوفي شوب البلاستيك، الليد البلاستيك سيرتو، لأنه هلأ صاروا الكبايات كرتون بس الليد الغطا يعني بلاستيك على الحماوة equals chemicals أو مواد كيميائية عم بتفوت على القهوة أو على الشاي وعم تطلع على جسمنا. هيدي المواد الكيميائية بعد شي تألف قبل ما أفصلك شو بتعمل. بعد شي كمان مش الكل بيعرفه، الملابس من بعض المواقع يلي كل البنات بتروح عليها، يلي منا غالية، أسعارها كتير منيحة، موديلاتها بعد أحلى وأحلى والديزاينات كتير حلوين. هيدي التياب وقتها تنشرى بليز قبل ما حتى هلا مجبورين يجربون بالأول تيقرروا إذا بدهم ياهن، قبل ما يبلشوا يلبسون غسلون، لأنه كله بينحط عليه كوفر كيميكال مشان العط ومشان الستورج ومشان يضاين معهم. هيدا الكيميكال مخل بالهرمونات. أوكي؟ كل هولي بدنا ننتبه لهم كتير. كل يلي سميت لك اياهم محفزات الالتهاب والمواد المخلة بالهرمونات كلها هيدي بدنا نبتعد عنها بطريقة انه اول شيء نكون فهمانين شو هي، ليه بدك تبتعدي عنها، وكيف بدنا نبتعد عنها، يعني شو الالترناتيف. اوكي، يعني اليوم قلت ما عم قلك ما تشتري تياب من هذا الموقع بس غسليهم قبل ما تلبسيهم. ما عم قلك ما تحطي حمرة. اليوم احلى موضة طلعت على السوشيال ميديا هي الكلين جيرل شو بيقولوا ترند. المواد الحمراء صار في كتير مواد برودكت كوزماتكس كلين، ما فيها مواد كيميائية، ما فيها BPA، ما فيها فتالات، ما فيها ألومنيوم. في كتير مواقع فينا نحكي عنها بعدين، في كتير أبس بكرة بعطيكي بركي الاسم بتحطيها بتنزليها بننزلها بالحلقة، فيهم يفوتوا عليها يعملوا سكان للبرودكت تبعهم بيقولون إذا هيدا المنتج منيح أو ما منيح، إذا فيه كيميكالز أو لا، بيعطيه سكور over 100 على أساسها بنمشي.
ويو would be surprised إذا بتاخدي الاب وبتمشي بالبيت وبتبلشي تعملي سكانينج شو بتكبي أغراض. انا حاسه ان انا هروح اكب كل حاجه اصلا. يعني خليكي معانا بقى، احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني، بس الحديث خطيره مشوق. احنا لما بنيجي نشتغل مع حد بندور على ناس شبهنا بتعمل منتجات او خدمات ممكن فعلا تفرق مع العيله العربيه الاصيله اللي فعلا عايزه تربي ولادها بطريقه صحيه وبطريقه كويسه. وعشان كده بارتنر زي فاليز فروتس في الحلقه دي بالذات يفرق معانا جدا، لان هم بيعملوا كل منتجاتهم طبيعيه 100%. انجوي. طب تينا، انا سو فار كميه المعلومات رهيبه. عايزين نعمل بقى خلاص، احنا عرفنا الحاجات اللي ما تتاكلش. الجدول بقى ده عايزين ننزله. هناكل ايه امتى؟ يلا باختصار، اكيد ما حنفوت كتير ديتيلز، باختصار مشان ياخدوا فكره. لا بصي الديتيلز بقى الناس تجي لك العياده وتظبطينا. بس دلوقتي كده رح نرجع على السيركل يلي حكينا عنه اللي هو الدوره. صح. رح نرجع على اول يوم او اول ربع، يعني من اليوم الاول لليوم السابع يلي هي خلال الدوره. منطقيا بدنا نعوض الحديد اللي عم يروح، بدنا نعوض الزنك يلي نحن بحاجه له، بدنا نعلي من الفيتامين سي، لأنه إذا ما أخذنا فيتامين سي، مواد أكل فيه فيتامين سي يعني كيوي، ستروبري، ليمون، حامض، سبانغ، هول المأكولات نكتر منها بهيدي الفترة، لأنه إذا ما كترنا منها لو عم ناكل لحم، ستيك، عدس، فاصوليا اللي هن غنية بالحديد ما بنمتصهم مزبوط. سو التركيز على تعويض الحديد إذا بدك بهيدي الفترة، وأيضا التركيز على أكل سخن hearty meals. أوكي، لأنه الهرمونات بتكون كتير واطية، المود بيكون واطي كمان، بيكون في تعب. ما تعملي رياضة من اليوم الأول لليوم رياضة عنيفة، يعني أكيد روحي مشي إذا بدك، بس هيدا مش الوقت الأيديال إنك تعملي ويت ليفتنج أو تعملي صفوف قوية. أوكي، وأصلاً بطبيعة الحال لاحظي إنه الصبية بس يكون عندها الدورة الشهرية ما عندها هيدي الطاقة القوية إنه تعمل. بس ده للتينيجرز ولا كمان للستات؟ للكل. اللي عم بحكيه بيتطبق للكل. أوكي. بس أنا عم بسطه مشان إذا في تينيجرز عم يحضرونا يفهموا أكتر. أوكي. من اليوم السابع لليوم 14 بلشت الانرجي عندك تعلى. أنت اليوم الحساسية للأنسولين عليت، يعني عندك مقاومة أنسولين أقل، يعني بتقدري تهضمي وتستقل بالنشويات أكتر. انجوي. إذا طالع عبالك أجود باستا ميل خديه هلأ. ليش؟ لأنه كمان هيدا البيريد المرحلة يلي عندك ستامينا عالية. عملي رياضة، روحي اعملي هذا الصف اللي طالع عبالك تعمليه، رجعي على الروتين تبعك. لو قويتي شوية دوز ما بهم، بس وين أقصى رياضة فيك تعملي، يعني وين الستامينا أعلى شيء والطاقة أعلى شيء بثالث ربع، يلي هو من اليوم السابع لليوم من اليوم 14 لليوم 21 اللي قلناهم هن الكورتر الوحيد اللي بنكون مرتاحين فيه. اوكي، سو بهيدي الفقره هون عندك بقى رياضتك، فيك تعملي الرياضه القويه، فيك تضلك عم تاكلي نسبه نشويات. دائما انا بقول كومبلكس نشويات، كومبلكس كربوهيدرات، لأنه امتصاص السكر فيها أقل بكتير. مثل شو؟ مثل العدس، الفاصوليا، مثل خبز الساوردو، الحبة الكاملة، مثل الكينوا، مثل البطاطا الحلوة، مثل البطاطا المشوية مع الجلدة. هولي عظيمين بهيدي الفترة باللور بوتوم، يعني second and third quarter. أوكي. هون بقى منخش بالآخر كورتر يلي هو قبل الدورة الشهرية. الالتهابات عالية كتير، بدنا ناكل أكل كتير مكافح للالتهاب. يعني عم بحكي أنتي أوكسيدنت فروتس، عم بحكي خضرة، عم بحكي سمك، عم بحكي سالمون، عم بحكي مكسرات، وأهم شيء نسيناه اللي هو أهم شيء هو البذور بهيدي الفترة. دورة البذور بقى هون هلأ صارت الست أو الصبية اللي عم تحضر عم تفهم ليش السيد سايكلينج. أوكي. من اليوم الأول لليوم 14 اللي هن بأول 2 كورترز بدنا نتناول كل يوم ملعقة من زيت من بذور البامبكن يعني اليقطين، وملعقة من بذر الكتان اللي هو فلاكسيد، والفلاكسيد أفضل يكون مطحون. أوكي. هولي ليش؟ لأنه هولي بيحفزوا البرودكشن تبع الاستروجين، لأنه نحن هون بدنا نعلي الاستروجين. تذكرتي مشان نخلي تصير عملية الإباضة. من بعد الإباضة للدورة الشهرية بدنا نعلي بالسان فلاور يلي هو بذور دوار الشمس، وبذور السمسم والسسمي سيد، لأنه بيشتغلوا أكتر على البروجستيرون، وأنا بدي إنه البروجستيرون يوصل للبيك للماكسيموم
لأنه هو اللي بيحفز الدورة. يعني من خلال البروجستيرون بعد ما يعلى البروجستيرون بتجي الدورة. أوكي. هلأ دورة البذور بتطبق لكل الأعمار أكيد، specifically للبنات أول ما تجيون البيريد، لأنه بتضل على شي سنتين ثلاثة البيريد منا ريجولر. دورة البذور بتساعد كتير، وبتساعد الصبايا يلي ممكن تكون عم بتعاني من تكيس مبايض أو عم بيعانوا من مشاكل هرمونية تانية أو مشاكل غدد. كمان بتساعد بترجلج الهرمونات، بس ما بتغني أكيد عن استشارة طبية وعن فحوصات دم يعني أنا ما بقول إنه دورة البذور هي علاج أبدا، هي نوع طريقة حياة هابت عادي بنكتسبها وبتساعدنا إنه نرجلج هرموناتنا بطريقة طبيعية. اوكي. احنا قلنا الاول pumpkin seeds وفلاكس seeds. نعم. وبعد كده sunflower seeds وسesame seeds. وبعد كده لا هو نحن السيدز بنقسمهم بس اثنين 14 days و 14 days. اوكي interesting جدا. هولي كمان this is a nice habit نعلمها للصبايا للبنات. هلا مش ضروري كل يوم ومش ضروري كل شهر قد ما فينا، خاصة البيريد اللي عم تقطع، يعني الفترات اللي عندها ستريس، عندها فحوصات، عم بيصير في تلخبط بالبيريد، مسافرة، معصبة، كل هولي نعود عليهم. وفينا مش ضروري تاكلهم، يعني فيها تزيدون على الساندويتش، فيها تزيدون على اللبنة، فيها تاكلهم مثل ما هن. أكيد نبتعد عن المملحين كتير، وأيديالي تعملون كراكرز. فيها تعملون تخلطون، يعني في مزيج. بكرة بقطع الريسبي كراكرز فيز 1 وكراكرز فيز 2 وكتير طيبين. فينا نزيد مطيبات أكيد، مهم يكونوا هول التو سيدز. في يحط زعتر، في يحط سماء، في يحط كولاجين، في يحط شوكولات باودر مثل ما بدي، يعني إذا بدي مالحة أو حلوة. وتكون هول الفيز 1 كراكرز والفيز 2 كراكرز تبعوليتها، مشان تساعد حالها بقى هون ما يعرف بالسايكل سينكينج. يعني اليوم مثل ما حكينا هي لاحقة دورتها بتغذيتها، برياضتها، بالمكملات تبعها. هلا أكيد ما حكينا مكملات، هلا إذا عنا وقت بنحكي مكملات. كل هولي لا أنت تاخدي وقت اللي أنت عايزاه، أوكي، ما كيش تعمل وقت براحتك خالص. كل هولي بيشتغلوا مشان يساعدوها إنه تضل قد ما فيها في بالانس بالهرمون. ما بيمنع أكيد في صبايا بتعاني من مشاكل، في صبايا عندها مشاكل تكيس مبايض مثل ما قلنا، في صبايا عندها فقر دم كتير حاد. وهيدا الفقر دم، إذا خلينا نحكي عن فقر الدم actually specifically فقر الدم، يعني نقص الحديد عند الصبية إذا ما تعالج له كتير 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 consequences ممكن يكونوا أبدية معه. لا قبل ما نسأل ده، أعرف منين إن ممكن تكون بنتي أو أنا عندها مشكلة في فقر الدم؟ بعمل فحص دم كل سنة، تشيك اب جنرال، على القليلة بدي يكون عم بفحص الهيموغلوبين، الهيماتوكريت والحديد ومخزون الحديد الفيرتين. طيب لو أنا عملت الفحوصات وطلع تمام ما فيش حاجة، وبعد شوية طلع عليا سيمتمز، إيه بقى السيمتمز بتاعت فقر الدم؟ تعب، هالات سوداء، قلة نوم، restlessness، يعني بتضل هيك معصبة، متوترة، ما في طاقة صف الرياضة ما عم ضاين للآخر، شحوبة، بيكون وجهها شاحب، شعرها عم بهر، ضفيرها عم يتكسروا. هلأ هول بتكون صرنا مرحلة متقدمة. مشان هيك تما نوصل للمراحل المتقدمة نعمل فحص سنوي خاصة للصبية بعد ما تبلش تجي البيريد. يعني من 9-10 وطلوع أنا بقول كل سنة فحص. ليش؟ لأنه الحديد إذا ما تشخص نقص الحديد وما تعالج بيأثر على التايرويد، على الغدة الدرقية، لأنه التي 3 والتي 4، يعني التي 4 تيصير تي 3 تو اكتيفيت التي 4 بدنا حديد. إذا الحديد مش موجود بيصير في كسل بالغدة. كتير منشوف حالات أنيميا مزمنة كل حياتها. بتجيني مثلا ست بال40 مع هاشيموتو أو مع التهاب بالغدة الدرقية أو مع كسل بالغدة الدرقية من الحديث، بس كون عم بسألها عندك شي نواقص أو عاملة فحوص دم، تقلي أنا كل حياتي أنيميا، أنا كل حياتي عندي نقص حديد. عالجتي؟ باخد حديد بيعلى، بعدين بوقف الحديد بيوطى. وين المشكلة هون؟ وين نقطة الاستفهام هون؟ ليش عم يوطى؟ ما حدا بيخلق مع مشكلة، أوكي؟ وإذا خلقتي مع مشكلة لازم يكون لها حل. هون بنطلع هل عم تمتص الحديد اللي عم تاخديه؟ هل مشكلتك حديد؟ يمكن مشكلتك مش حديد، يمكن مشكلتك B12 عم يعمل لك نقص. طب إذا يمكن عم تاخدي المكمل الغلط، يمكن عم تاخديه بالتوقيت الغلط، يمكن أنت ما بيمشي معك المكملات، يمكن بدك حقن، يمكن بدك IV. إنه في كتير طرق تنحل مشكلة فقر الدم. ما فينا نقول إيه أنا عادي،
أنا عادي عندي نقص حديد كل حياتي ما في. طب هالحديد ما نحن بحاجة إله بالجسم. في كتير غير الغدة الدرقية هرمونات بحاجة للحديد تتفاعل تتفعل بلوتو، يعني تصير أكتف بالجسم. ما فينا. الحديد والمغنيسيوم والفيتامين دي والزنك والفيتامين سي كلها مواد تستخدم بالجسم لتصنيع الهرمونات. يعني كل الباثويز اللي بدك تصنعي هرموناتك، يعني نحن الهرمون ما بيخلق هيك لحاله، بيكون عنده بريكورسر. مثلا بتقولي مثلا الدي اتش اي اللي وحده من هرمونات الغدد الادرينال، ممكن تصير تفوت بمسار او بباثوي تصير استراديول. اوكي، طب تصير استراديول او تصير كذا او تصير كذا، في انزيم معينه، في معدن معين، في فيتامين معين وجوده ضروري. كيميكال رياكشن A + B يعطوك سي على الارو، ما هيك لازم يكون في كاتاليست. طب الانزيمات بجسمنا، الفيتامين بجسمنا، المعادن كلها كاتاليست لهيدي الرياكشنز. اوكي، اعطيكي مثل واحد من اكثر الاشياء الكومن اللي بشوفها خاصه عند البنات السيدات بعمر 30 هي مشاكل خصوبه. اوكي، مشاكل خصوبة، period irregular، menopause مبكر، perimenopause. ما عم أقول هيدا السبب، بس واحد من الأسباب تعرفي شو هو؟ إيه؟ كترة الحميات الغذائية العشوائية يلي بتشيل الدهون، low fat diets. أنا بحط بس كل يوم ملعقة زيت زيتون الصبح وربع ملعقة عشية، لأنه من زمان بالثمانينات هيك كان دارج إنه low fat وفات فري وكله فات فري وكله فات فري. وين المشكلة؟ إيه؟ وشو بتقلك كمان؟ ما بيكل أبداً لحم أحمر، بيض أبداً فيه كوليسترول. شو المشكلة؟ بتعرفي إنه الكوليسترول واحد من أساسيات لتحويل الهرمونات بالجسم. ووقت يصير في نقص بالكوليسترول، يعني نقص انتيك كوليسترول، يعني البنت يا بتكون فيجن ما بتاكل أبداً مشتقات حيوان وما بتعوض بشي تاني، يا بتكون عادي بتاكل بس بدل ما تاكل لحم وسمك وبيض بتاكل شيبس وشوكولا ومدري شو، بيزيد وزنها عهول مش عهول. يعني بيصير في نقص بالكوليسترول. الكوليسترول أساسي بالمسارات الهرمونية. يعني إذا ما عندك إناف كوليسترول ما فيك تصنعي أستروجين، ما فيك توصلي للبروجستيرون. ما ينبسطوا كتير الأهل وقت يعمل الصبية فحص دم الكوليسترول عندها كتير 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 واطي، ما بيسوى. ما في سبب ليش في نورمال رينج. أوكي، يعني الكوليسترول مشكلته مش بس يعلى، كمان بسيوطة كتير خاصة ال HDL. سبحان الله، هو ربنا خلقنا ببالانس. أول ما البالانس يعلى ويغطى خلاص بقى في مشكلة. صح. تنوصل على حديث تكميلا لحديث الكوليسترول، بدهم يتناولوا البروتينات الحيوانية بطريقة منيحة. ما عم بحكي يعملوا كارنيفور دايت وما ياكلوا إلا لحم أبدا، بس إنه وقت اللي عم ياكلوا الطبخة يزيدوا لحم. نجيب اللحم جراس فيد أو نجيبه غنم من الضيعة إذا بنعرف من وين، نحط عظم، نزيد مرقة العظام بطبخنا، البون بروث كله هيدا بيزيد إفادة للمصارين، بيعطيون مناعة بمصارينهم، بيعطيون نوع من كولاجين هن بحاجة إله. يعني بنقدر نحكي على 6 ساعات على هيدا الموضوع، بس إنه على أكيد نواقص المعادن والفيتامينز والمغذيات، يعني الأمينو أسيدز شو بيقولوا الجلوكوز اللي بيجي من النشويات، كلها لازم تكون عم تتاخد بنسب معتدلة بتوقيت معروف بكميات بجودة معينة تنقدر نصنع هالهرمونات، تنقدر كل باي ذا واي بتعرفي انه هرموناتنا وانزيماتنا هي بروتينات، هي بروتينز. اوكي، طيب كيف بدنا نصنع البروتين اذا نحن ما بناكل بروتين او ما عندنا امينو اسيدز؟ اليوم في موجة كتير كبيرة فيجن. اوكي فاين، ما لنا مشكله، في طرق تعملي فيجن بطريقه صحيه، بس مش انه موضه بدها بنتي فيجن بس بتاكل باستا وخبز وكراكرز وشوكولا وهيك، ما بيصير. كيف بدها تصنع هرمونات؟ نو واي من وين بدها تجيب الكوليسترول؟ صح. يعني مش عارفه اقول لك ايه صراحه. انا حاسه ان مخي منفجر من المعلومات، عماله اكتب وراكي. بس سبحان الله ان كل حاجه او كل توقيت، متهيألي انا لو عايزه اطلع بحاجه من الحلقه دي النهارده ان كل توقيت للست من وهي بنت صغيره لسه بتبلغ ولسه بتدخل في البيريد وكده ولحد ما نكبر في البيريمينوبوز والمينوبوز، وده الاكل بيلعب دور اساسي في كل حاجه في الحياه. وبتزيد مش من وقت اللي بتخلق، من هي وجنين بالبطن كمان تغذيه الام
بيأثر على خصوبة الطفلة. believe it or not. لا ما بدي I don't want to sound dramatic إنه يا لطيف، بس إنه بيأثر. في دراسات الست اللي بتتناول كحول بالحمل، أو الست اللي تغذيتها كتير غير سليمة، أو الست اللي بتعمل سكري، أو الست اللي بتتناول نشويات بطريقة عالية، مش نفس الشيء بيجوا الولاد، خاصة البنات. غير إنه في عامل جيني كمان أكيد طبعا بيلعب دور، بس إنه كتير بدنا نكون واعيين يعني، لأنه قلت بتخلق البنت مع عدد بويضات معين. إذا تغذيتها بالبطن ما كانت خلال الحمل يعني للجنين للبيبي ما كان فيها التغذية السليمة والمكملات والفيتامينز والمعادن طب كيف هالبنت بدها تشكل بويضات؟ كيف هالبنت بدها تصنع؟ كله بيبلش من from day zero of حمل. لو عايزين نختم يا تينا. ما بنختم، ما فينا نختم. بصي انا ما عنديش مشكله، احنا ممكن نقعد شويه كمان في الاستوديو من المدرسه. ايوه لا مش مهم يجوا خلاص، هم يروحوا يتصرفوا مع نفسهم. لو عايزين نختم final words، اخر كلمات عايزين، اخر حاجه عايزين نقولها للناس. للاهل especially للأمهات، لأنه بعرف هن أكتر involved، مع أنه في البي يكون involved، بس هن أكتر involved. سقفوا حالكم، شوفوا المصادر المضبوطة، سألوا الأطباء المضبوطين. مش ضروري يكون طبيب نسائي by the way، اليوم صار في كتير اختصاصات هرمون، يعني أنا أخصائية تغذية تخصصت هرمون، بقدر ساعدك. روحوا على المرجع الصح، قروا الويب سايتس الصح، حتى السوشيال ميديا عرفوا مين عم تلحقوا، وعرفوا شو الكريديبيليتي تبع هذا الشخص. اوكي، اسالوا عن الناس قبل ما تعملوا الريسيرش تبعكم. تشات جي بي تي عظيم، بس هو ما في طببنا حلو صح. نعرف ونسقف حالنا على أكيد، بس بعد الخلاصة اللي بتطلعوها من تشات جي بي تي تأكدوا من المعلومة وخلوا حدا يساعدكم بقى تحطوا بلان اوف اكشن، مش إنه تاخدي المكملات من تشات جي بي تي. أكيد لا، هيدي شغلة. تاني شغلة، بنفتح المجال للتواصل مثل ما قلنا مع بناتنا، نشرح لهم، نسقفهم، نعطي برايورتي لهيدا الشيء. إذا نحن ما بنعرف ناخدهم عن حدا يسقفهم، نفرجيهم هيدا البودكاست، نبعت لهم اياه كيف بنبعت لهم نكت على انستغرام وعلى تيك توك، نبعت لهم هيدول الفقرات، خليهم يحضروها يسمعوها. هيدا موضوع حياتي عادي. الصحة الإنجابية، صحة الخصوبة أساسية. إذا ما منحضر بناتنا من عمر كتير صغير، بنوصل على 20 أو على 28 أو على 35 البنتك ما عم تقدر تحبل، بنعمل بانيك، ما بنعرف شو بدنا نعمل. كله ببلش تحضيره من عمر كتير صغير. صح. انتي عندك عيادة هنا صح؟ نعم. طب احكي لي شوية. بدبي أنا بشتغل بعيادتين. بشتغل DNA Health Clinics اللي هي عيادة أكتر functional مع أطباء functional. بشتغل بكلينيكا جوال مع تيم بجنن من الأطباء ومن البيوتيشنز مع جوال وعائلة جوال. وبشتغل كمان أونلاين لكل الزبائن اللي برات الإمارات، لبنان، سعودية، أردن، كله عندي كتير زباين، صبايا وسيدات كمان من كل العالم. لو حد عايز يتواصل معاكي ازاي؟ سوشيال ميديا أهون شيء على الانستغرام. اوكي، احنا طبعا هنحط كل اللينكس في البايو. لو عندك اي حاجه ممكن الناس تستفيد منها كويب سايت كاي حاجه. البايو طويل وكبير وبياخد وبيشيل، فاحنا ممكن نعمل كده. هنحط كمان اللينك لكل حاجه احنا محتاجين نحتاجها لكل التفاصيل دي في الكورسز بتاعتنا، في كل ده عشان الناس تقدر انها تطلع عليها وتاخدها كده. وعلى موضوع تشات جي بي تي، في واحده كانت بتتكلم معايا قريب، قالت لي حنان انا مش عايزه اخد الكورس البودي سيفتي بتاعك لان حاسه ان هو مش هيفيدني كتير. قلت لها اوكي، بس ممكن اسالك ليه؟ انا ما اعرفهاش. قالت لي بصي، يعني ما هو المعلومات اللي انت جبتيها منين؟ يعني ما اكيد فتحتي تشات جي بي تي ورحتي كاتباهم وجيتي تقولوها لنا. فقلت لها لا بصي انا محتاجه اقول لك حاجه مهمه جدا. ان احنا واخدين child protection courses وواخدين masters in education وواخدين كل الكلام ده عشان نعرف نوصل المعلومه دي. تشات جي بي تي ممكن ينقذك وممكن يساعدك في حاجات معينه، ما بقولش لا. واحنا كلنا بنستخدم AI في شغلنا طبعاً. عشان نقدر نطلع الشغل اللي احنا بنعمله ده لازم نستخدم AI طبعاً. بس هي النقطه اللي بالظبط اللي انتي بتقوليها، اللي انا رديت عليها بيها، انه احنا مش عارفين اولادنا بيجيبوا المعلومات منين دلوقتي. من السوشيال ميديا مفتوحه والدنيا مفتوحه في كل حته. فلو انا ما ثقفتش نفسي كأم في البيت على اي موضوع، مش بس التوبكس دي، اكيد ولادي هيجي لهم المعلومه من بره، والله اعلم مين بيقول لهم ايه وبيقوله لهم امتى. تينا نورتينا، شكرا لك. وان شاء الله يا رب. انا في دماغي بارت 2 بس هحكي لك بعد ما الكاميرا تطلع.
اذا الله راد. ثانك يو اليك. ثانك يو. شكرا انتوا سمعتونا لحد الاخر في الموضوع عائلي جدا. كل اقتراحاتكم وكل افكاركم بتفرق معانا جدا. اي وقت محتاجين تبعتوا لنا اي حاجه تقولوا لنا افكاركم وارائكم واقتراحاتكم، حقيقي هتفرق معانا، ويا رب نكون دايما عند حسن ظنكم بينا. شكرا.